إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقة أمل. إشراقة أمل، إعداد مطير المطيري، تقديم محمد مزيد، تنفيذ ريم حمد. إشراقة أمل للمخرج بيبي الصالح. إشراقة أمل برنامج يتحدث عن إنجازات ذوي الإعاقة ونجاحاتهم وإبرازها للمجتمع، ولتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة. إشراقة أمل يتناول جهود مؤسسات الدولة المختلفة في دعم ذوي الإعاقة ودور جمعيات النفع العام والمؤسسات التعليمية لإضفاء إشراقة أمل لمستقبل أجمل. مدرب الحياة هو شخص يساعد الإنسان على تحديد أهدافه في الحياة مع وضع خطة عملية لتحقيقها. وقد يبدو التدريب وكأنه مفهوم أجنبي بالنسبة للبعض، ولكن للمنافسة كلاعب رياضي على مستوى عالمي، فأنت بحاجة إلى الخبرة والدعم الحماسي والمنظور الموضوعي والبصيرة للمدرب. وينطبق هذا أيضا على الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال وقادة الأعمال والمديرين التنفيذيين والمهنيين في مجال الأعمال، حيث أن مدرب الحياة هو شخص مدرب بشكل احترافي لمساعدتك على زيادة إمكانياتك الكاملة وتحقيق النتائج المرجوة. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت. نرحب بكم بهذا الملتقى المتجدد لبرنامج إشراقة أمل. باسمكم مستمعينا الكرام نرحب بضيف حلقتنا اليوم، ضيف الحضور كاتبة ومدربة مهارات حياة الأستاذة خديجة بدر كرم. أستاذة خديجة، حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت. الله يحييكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة. وأيضا نشكر تلبيتك للدعوة للحضور لتسجيل هذه الحلقة حول ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، وأيضا كيف نطور الذات ونطور أيضا من حياتنا من خلال المعرفة والتبادل الثقافي من خلال الخبرات ونقل تلك الخبرات. فحياك الله معنا في إشراقة أمل. الله يحييكم. في البداية ودنا تكلمينا عن مفهوم تطوير الذات. تطوير الذات هو خلينا نقول تنمية المهارات البشرية أو تطوير العلاقات الاجتماعية. اليوم إحنا كمجتمع نكون عبارة عن بيئات مختلفة، أفكار مختلفة، أنماط شخصيات أيضا مختلفة. نحتاج أن إحنا نفهم أنفسنا ونفهم شلون نتعامل مع الآخرين. جميل جدا. أكيد بدنا نتكلم بشكل أعمق أكثر حول الذات نفسه. أحيانا بعض الناس يرى في نفسه بعض المهارات، لكن من الصعوبة أنه يتعامل مع المحيط الخارجي إعاقة، لنظرة مجتمع، لبعض الأمور المتعلقة في مقارنته في الغير. البعض يرى أن المجتمع دائما اللي فيه بيئة صالحة للإبداع تكون دائما الانطلاقة أسرع، والمجتمع اللي عنده أقل ثقافة تكون في الانطلاقة أضعف. بالنسبة لمجتمعنا في الكويت، وشفنا شلون الدولة قاعد تدعم ذوي الإعاقة وتوفر لهم كل احتياجاتهم، وأيضا يعني تذلل لهم الكثير من العقبات من أجل الوصول إلى الآمال اللي يرجونها دائما. شفنا منهم مبدعين على المجال الرياضي، شفنا منهم مبدعين في هواياتهم الخاصة، كذلك تحديهم المجتمعي. رؤيتك لهذا النبض اللي قاعد يصير معنا؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الكويت ودول الخليج عامة سباقين في هذا الأمر، إن إحنا الحمد لله اليوم في بصمة حق ذوي الإعاقة، وبصمة كبيرة سواء كان في مجالات الهوايات أو مجالات اللي هو خلينا نقول الوظائف، على بعض الوظائف الموجودة داخل دولة الكويت. لكن اللي أنا حابة أقول اليوم، إحنا ما نتكلم عن ذوي الإعاقة تحديدا، نتكلم عن جميع أفراد المجتمع اللي يجدون بأنفسهم ما يعيقهم عن التواصل مع الآخرين. طيب، أكثر الناس دائما تقول عندي أفكار لكن أحب أشاور. في ناس عندها أفكار لكن ما تشاور. بالنهاية الاثنين عندهم آمال. برأيك شنو أهم العوامل المحفزة لانطلاق الفرد نحو تحقيق آماله وأمنياته؟ أول شيء ثقته في نفسه، طبعا بعد ثقته في رب العالمين، وأن الإنسان لازم يخوض التجربة، وفي النهاية لازم ما يحط يرفع سقف التوقعات والآمال أو النتائج يحط يعني مثل ما نقول في عين اعتباره أن في مجال للفشل والنجاح. واليوم احنا ما نقول فشل، احنا نقول تجربة. بما أن إحنا جربنا معناته أن إحنا ممكن نكون
ناجحين فيها أو نحتاج أن احنا نطور من هذه التجربة وننجح بشكل مختلف. يعني برأيك أحيانا التجربة هي إضافة لأن عرفنا فيها أخطاء وعرفنا فيها بعض المعلومات اللي ما كانت معروفة لدينا عندما كانت الفكرة ورقية أو في أذهاننا، لكن تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع تخلينا نكتشف بعض النقاط اللي ممكن نعالجها. لذلك قاعد نشوف كثير من الناس يخطئ مرة مرتين ثلاثة في التجربة، حتى المبتكرين والمخترعين بعد فترة تلاقين تنجح هذه التجربة بعد تجارب الأخطاء. هل بالفعل يجب أن نستفيد من أخطائنا؟ يجب أن نستفيد ولازم نتعلم من أخطاء الآخرين أيضا. اليوم إحنا كمجتمع مع الأسف في بعض العوائل أو الأسر ما تعطي المجال لأبنائها أنهم يخوضون التجربة. على سبيل المثال إذا كان في شخص سبق وأنه هو خاض هذه التجربة وفشل فيها، ما يعطون إمكانية أنه ممكن هذا الشخص أنه يطور من أدائه ويطور من مهاراته بحيث أنه ما يخطئ بنفس الخطأ اللي يعني كان في الحدث السابق. اليوم احنا كمجتمع يفترض ان احنا نحب نطور مهاراتنا، نحب نطور بعض الافكار والقناعات عندنا، وبحكم التطور اللي قاعد يصير السريع هذا لازم احنا هم نعطي مجال حق انفسنا ان احنا نخوض التجربة. شيء جميل. وأيضا مثل ما تفضلت يمكن التجربة الآن عن السابق فيها اختلافات، يعني الآن أيضا الأرضية صارت أبسط، وأيضا بوجود التكنولوجيا، وجود البرامج، وجود أيضا التوعية، وجود المراكز المتخصصة لبعض الفئات المختلفة، كلها ساعدت في تحقيق تلك الآمال. وجود أيضا مسابقات، ووجود أيضا مهرجانات ومعارض وملتقيات تنظم هذه الأمور، هي تعتبر أيضا منشط نفسي وذهني وأيضا حركي لمن يرغب في خوض هذه التجربة. اليوم بدنا أيضا نتكلم عن تطوير الذات بالنسبة لذوي الإعاقة. احنا اليوم قاعد نشوف في بعض الناس يلتفت إلى نفسه، يفكر مثلا بعمل مثلا رجيم مثلا لبناء عضلات، مثلا على المستوى الرياضي كذلك لتطوير بعض المهارات. لكن اليوم نشوف ذوي الإعاقة كثير منهم يفكر في أمور أيضا هي نوع من التحدي فيها. في بعضهم مبتكرين، في بعضهم ذو موهبة عالية في بعض النشاطات. شلون ممكن أيضا ينطلق نحوها بشكل أسرع؟ شنو أهم العوامل اللي تشجع في الانطلاق؟ أول شيء خلينا نفهم إحنا مفهوم ذوي الإعاقة. هو شخص نوجد في الحياة باحتلالات معينة، ممكن هذه الاحتلالات هو يتكيف معها مع الزمن ويقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. أي نعم، هو في اختلاف عن الشخص السليم، لكن هو في النهاية عنده شغف وعنده آمال وعنده بعض الأهداف اللي يحب يوصل لها. شلون عاد تقدر نساعده أو شلون هو يقدر يساعد نفسه؟ في النهاية ذوي الإعاقة أو الشخص الفرد الطبيعي هو يكون عن نفسه حسن المبادرة، يبادر. أي نعم، ممكن ما تتاح لهم بعض الفرص كونهم في مقيدين في بعض الأمور، لكن أنا دائما أقول اطمح للموجود. يعني اليوم إذا أنا عندي إمكانيات موجودة متاحة لي، خلني أشتغل على هذه الإمكانيات، أثبت نفسي، وبعدها عاد أنتقل إلى المرحلة الثانية. طبعا احنا ما نشمل الجميع، لكن هناك فئات قد تكون فيها أمور طفيفة، في فئات متوسطة، وفي فئات أيضا شديدة بحسب نوع الإعاقة، إن كانت حركية أو مثلا بصرية أو سمعية. يعني هناك تفاوتات واختلافات. لذلك تجدين أحيانا بعض الرياضات تكون أيضا هي مخصصة لهذه الفئة وهذه الدرجة، وفيها مسابقات على مستوى دولي وعالمي، وهناك أيضا أسماء لامعة في هذا المجال. هناك من يعني يكون يعني بمستوى صعب جدا وشديد الإعاقة، أيضا يحتاج رعاية أكثر من غيره من الأمور الطفيفة والبسيطة. يا ريت لو تكلمينا عن بعض النجاحات اللي سمعتيها، أو مثلا بعض الأمور اللي تعتقدين أن ممكن هذه الفئة تقوم فيها. والله بالنسبة لي أنا قاعدة أشوفها بالوجه على من خلال المتابعة، من خلال المتابعة أن ما شاء الله في عندهم إبداع من ناحية الفنون، من ناحية المهارات، الأشياء اليدوية. أنا أمانة حضرت للبعض من يلقي محاضرة خاصة ينقل فيها بعض العلوم كونه درس في مجال معين وحب أيضا يحاضر فيها، وهذه أحيانا ما تحتاج جهود حركية كثيرة، إنما صحيح. هي عبارة عن حوار ونقاش. صحيح. واليوم احنا خلينا نشوف الرسالة اللي هم بيوصلونها، إن أنا موجود في الحياة كفرد لي حق إني أنا منتج. أي نعم عندي اختلاف، لكن في النهاية أنا موجود في هذا المجتمع علشان أكون بصمة مثمرة. وأيضا ذو موضع مهم، أيضا شفنا الكثير منهم مبدعين على مر التاريخ والزمن. البلاد العربية بشكل عام، يعني مقارنة في البلدان الأوروبية خلينا نقول بشكل خاص، نجد هناك تبادل معرفي بين الطرفين. هل تعتقدين أن هناك من سبقنا في مجال معين أو سبقنا في مجال معين، كنا يعني أيضا نستشعر في هذه الحالات ونوفر لهم سبل الراحة والمعرفة والتعليم والتعلم؟
والله أنا اللي قاعد أشوفه على محيط، خلينا نقول الدول الخليجية بشكل عام، لأن احنا دائما نقيس على المحيط الأقرب. الحمد لله في نهضة، في بلشت خلينا نقول مسميات جديدة، بدت في حقوق للمعاق كذا والهمم وغيرها. بالضبط، بدت في تفهم ووعي من المجتمع. بالضبط. أيضا بدت خلينا نقول عملية اللي احنا نسميها التكافل الاجتماعي. اليوم إن في مجاميع تواجدت على خلينا نقول على الساحة لخدمة هذا المجتمع، كان من ضمن عناصرها أشخاص من ذوي الإعاقة. جميل جدا. يمكن الشهرة اللي لاقوها في السنوات الأخيرة دلت أن المجتمع صار عنده مثل ما تفضلتي وعي وقبول لهذه الفئة، والفئة صحيح. اللي كانت منحرجة في دخولها في بعض مثلا النشاطات اللي ممكن تلاقي شهرة وأيضا يسلط عليهم الأضواء وترى تلك الإعاقة، كان في السابق يرونها محرجة، الآن يرونها أيضا هي تحدي وهمة وصلت بهم إلى القمم. أكيد من خلال يعني هذه الرؤى، نظرتك إلى المستقبل القريب بعد هذا الوعي الكبير على مستوى الدولة وأيضا على المستوى الأسري والمجتمعي. صحيح. اليوم قاعد نشوف أسر ذوي الإعاقة قاعد يأخذون على عاتقهم رسالة عظيمة. وجود ذوي الإعاقة من بين أبنائهم خلاهم أن يأخذون أن هذا الشخص عنده حقوق ممكن تكون مفقودة أو مظلومة بعض الشيء، فبالتالي قاموا يناشدون الجهات وقاموا يوصلون مرحلة أن يطلبون تخصصات تفرض في الجامعات، علشان بدال ما احنا نستقطب مثلا الاستشاريين وغيره من برا الكويت، لا يكون في عندنا هذا التخصص موجود، خاصة انه ما شاء الله تبارك الرحمن يعني احنا عندنا الوفرة اللي احنا نقدر نستقطب هذه التخصصات وتكون من ضمن التخصصات الموجودة في جامعاتنا. جميل جدا هذا الحديث. وأيضا قاعد نشوف في أروقة المباني الحكومية والمباني أيضا الخاصة والمولات هناك مراعاة كبرى وعظيمة حول تلك الفئة، من خلال يعني تسهيل لهم إجراءات المشاة، وأيضا وجود بعض السلالم الخاصة أو مثلا بعض خلينا نقول الرافعات الموجودة في بعض مداخل تلك المولات من أجل تسهيل لهم إجراء الدخول والخروج، حتى يكونون أيضا بيننا موجودين ولهم أولويات في جميع الأمور، وخاصة في المصافط العامة. وكذلك تم تحديث الكثير من القوانين في الكويت لتخدم هذه الفئة على وجه الخصوص. وأيضا نشد على دور الدولة في هذا المجال اللي شفنا الوعي الكامل. لكن أيضا من ذوي الإعاقة أنفسهم دائما نحب نسمع رأيهم فيما يتعلق في تطور تلك القوانين وتطور أيضا تلك المباني من أجل يعني تسهيل لهم إجراءات الدخول والخروج، وكذلك أيضا وجودهم بيننا في المجتمع. اليوم احنا ما نقتصر بس نقول على ذوي الإعاقة من الإعاقة الحركية. اليوم الحمد لله قاعد نشوف في عدة أمور موجودين ذوي الإعاقة في بصماتهم في أنشطة، في مسابقات معينة على مستوى الدولة وفي مشاركات. لكن اليوم احنا ما نتكلم عن ذوي الإعاقة كأشخاص عندهم اعتلالات نوجدوا فيها من الخالق، أو في أحيانا شخص طبيعي ويتعرض إلى حادث معين وغيره. اليوم احنا قاعد نتكلم عن الفرد دوره بالمجتمع. ياما في ناس يكونوا مكتملين الأجساد لكن من داخلهم ما يعيقهم عن تواصلهم مع المجتمع. أكيد يعني هذه الفروقات وهذه التمايز تردنا إلى شخصية الإنسان وعقلية الإنسان بالضبط. وداخلية الإنسان قبل شكله وقبل أيضا ظروف الصحية اللي صارت فيه، سواء مثل ما تفضلتي من الخلق أو إلى حوادث تعرض لها. هنا قاعد نشوف البعض تعرض إلى حوادث مثلا ووصلت في مرحلة الإعاقة إلى إعاقة جدا خلينا نقول مرتفعة، لكن تعافى وتشافى، لكن مر في هذه المرحلة وحس في هذه النعم. ودنا نتكلم عن بعض الحالات اللي فعلا يعني تعافت من بعض الإصابات اللي كانت مسبب لهم إعاقة وكانت كمعاملة خاصة حتى وصلوا إلى مرحلة خلينا نقول نوعا ما طبيعية. يمكن احنا في شيء او جزئيه معينه يمكن احنا نفتقدها لازلنا في وطننا العربي، اللي هو خلينا نقول الصدمه وما بعد الصدمه. اليوم احنا لما يدخل الشخص مثلا نتيجه حادث معين او غيره، شلون يبلغونا ان هذا الشخص مثلا فقد طرف من اجزاء جسمه، شلون انه هو يتعامل مع جسمه بشكل مختلف في الوقت الحالي. نفتقد هذا الشيء، نفتقد انه يكون في قسم يهيئ هذا المريض علشان انه هو لقبول هذه الحاله بالضبط. الجديده اللي تعرض لها. لان بالضبط. اذا واحد مولود باعاقه ممكن يكون من خلال فتره النشء تعود او تاقلم صح. او عرف يعني شلون يعالج هذا الامر، لكن من يتفاجأ فيها على كبر فهذا ايضا يكون له صدمه على جانب نفسي، وكذلك عدم تعود على انه يتعامل مع الاشياء كما تعامل معها في السابق. طبعا راح ناخذ فاصل قصير استاذه خديجه، وبعد الفاصل راح نتكلم عن هواياتك الخاصه وايضا من ضمنها مجال الكتابة. تابعونا عبر أثير إذاعة الكويت. قصص نجاح، تحديات وإنجازات. ذوي الإعاقة، همة
لا ترضى إلا بالقمة. يعتبر الشخص المعاق فردا مهما في المجتمع، ومن حقه أن يتمتع بالإمكانيات التي يتيحها له المجتمع. فالشخص المعاق بداخله قوة وطاقة كبيرة يجب الاستفادة منها من خلال استثمارها بالشكل الصحيح، الأمر الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. لذا قامت الحكومة الكويتية بإصدار قانونا مفصلا لحماية حقوق ذوي الإعاقة من الإناث والذكور في الكويت، وتأمين مستلزماتهم الأساسية في الحياة، وتعويضهم عمن يعانون منه من ظرف صحي وحياة صعبة. عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، لازلنا متواصلين معكم مع برنامج إشراقة أمل. باسمكم مستمعين الكرام نرحب مجددا بضيف حلقتنا اليوم، ضيف الحضور كاتبة ومدربة مهارات حياة الأستاذة خديجة بدر كرم. أستاذة خديجة، نرحب فيك مجددا. أهلا فيكم. طبعا قبل فاصل تكلمنا بعدة نقاط متعلقة في تطوير الذات وأهم الأهداف، وشون ممكن نصل إلى أهدافنا من خلال العوامل المتاحة، وكيف أن الإنسان يجب أن يتحدى كل المصاعب من أجل الوصول والنهوض إلى مبتغاه. لكن في الجزء الآخر من هذه الحلقة ودنا نتكلم على جانبك الشخصي فيما يتعلق في الكتابة. شون بدأتي في هذا المجال؟ بدايتي أنا بديت في الكتابة العلاجية. الكتابة العلاجية كانت إصداري الأول هو إعاقتي لم تعقني، وكتبت في فترة ما بعد فقدي لوالدتي رحمة الله عليها. رحمه الله. حبيت أسلط الضوء على 3 محطات في حياتي. أنا ما تكلمت عن الإعاقة بشكل عام أو إن شلون كان المجتمع، لكن تكلمت عن دور الأسرة. حبيت إنه يكون الإصدار محفز حق الأسرة والأبناء، وأيضا الأشخاص اللي يعتقدون أنهم من يكبرون أنهم ما يحتاجون الأم احتواء الأم هي الأقرب دائما. بالضبط. فحتى لو نكبر بالعمر يظل عندنا أن هذه الإنسانة لازم تكون موجودة في حياتنا. أكثر الناس أيضا إذا حققوا بعض الإنجازات أو بعض الخواطر تلاقين أقرب من تشاور هي الأم، لأن الأم دائما يعني هي تكون الأقرب، وهي أيضا انتقادها يكون الألطف. صحيح. من بين الناس. طيب احنا ايضا في على نفس هذا السياق يعني استاذه خديجه ودنا نتكلم عن الكتابه بمجالك. يعني اكيد تخصصتي في جانب معين او حبيتي خط معين فاستمريتي في هذا الخط، شنو كان اقرب شيء من البدايات واستمر معك؟ اي نعم، انا بلشت كتابتي عندي اصدارين حاليا. الاصدار الاول هو اعاقتي لم تعقني قصتي. الاصدار الثاني اللي هو منازلهم مقابرهم، هو مجموعة قصصية 7 قصص أو خلينا نقول 7 منازل تتكلم عن تحقيق الأهداف، لكن الناس اللي وصلوا حق هدفهم وما فرحوا فيه. اليوم احنا ما نتكلم بس على ان احنا شلون ننجز وشلون نخطط، شلون انت توصل لهدفك وتعرف ان هذا الهدف صحيح ومناسب لك، وايضا تستمتع فيه ويبدي عندك مرحلة الشغف انك تطور من هذا الهدف. جميل جدا. اكيد فرحة الوصول تختلف لانها اتت بعد تخطيط وجهد ومثابرة، فلذتها تكون جميلة، مثل تحقيق الاهداف في كرة القدم. دائما تلاقين حتى الجمهور يستشعر فرحة اللاعبين في تحقيق اهدافهم. بالعودة الى الاصدارات، يا ريت لو تذكرينا في الاصدار الاول. الإصدار الأول إعاقتي لم تعقني. ليش اخترتي هذا المسمى وهذا العنوان؟ ويا ريت لو تعطينا أهم محتوى ما صدر في هذه القصة. هو في البداية ما كان هذا اسمه، كان اسمه 8 أصابع. الله. لأن أنا مولودة بهذا التميز، عندي 8 أصابع في اليد، فكان في البداية أنه يكون هذا الاسم بصراحة، لكن تغير إلى إعاقتي لم تعقني لأسباب عدة. منها ما حبيت أن أدخل بداية الكتابة بهذا الاسم. طبعا بعد الاستشارة الإنسان لازم يستشير يعني الناس اللي يسبقون بالخبرة، وما خاب من استشار، وأكيد الرأي العام مهم. بالضبط. فكانت الاستشارة أن لا تدخلين بهذا الاسم، لأن ممكن بمعنى أن اليوم إذا أنا عندي القوة أني أنا أواجه المجتمع، لا أتسبب في أني أنا مثلا ممكن أعرض أسرتي أو بناتي إلى مضايقات ممكن تحدث لهم في المستقبل. فتم نعم. التغيير إلى إعاقتي لم تعقني، لأن بالضبط أنا ما كانت بالنسبة لي التميز اللي انولدت فيه كان إعاقة، لا هو كان بالنسبة لي تميز وهدية من رب العالمين. وهذه الفكرة اللي أنا رسختها في الإصدار الأول، إن اليوم على أن كانوا والديني بسيطين بالتعليم، لكن رسخوا عندي اللي هو الرضا والقناعة بأمر الله. نعم جميل جدا. يا ريت نتكلم عن محتويات هذا الكتاب. احنا عرفنا الهدف من يعني إصدار هذا الكتاب واختيار هذا العنوان، لكن بشكل سريع شنو أهم المقتطفات الموجودة في طيات هذا الكتاب، وشنو بعض الرسائل الموجودة المهمة اللي تذكرينها؟
في وقفات، عدة وقفات تحفز القارئ. في القارئ من ذوي الإعاقة ولا من عوام الناس؟ بشكل عام، بالعكس الإصدار يقدر يقرأ شخص من عمر 14 سنة لغاية، يعني مو معناته أنه هو إصدار مخصص حق الأعمار الصغيرة، لكن في النهاية أنا تعمدت أن أخلي هو إصدار بسيط علشان يتقبل القارئ. جميل جدا. طيب شنو أهم ما أتى في هذا الكتاب أو أهم الوقفات؟ 3 محطات تحفز، بما أن كون الأسرة، وجود الأسرة. تكلمت عن الشخص اللي ينولد طبيعي ويفقد أجزاء من جسمه، مثل ما صار مع والدي رحمة الله عليه بسبب مرض السكر. وتكلمت عن التنمر بواقعة حدثت لي شخصيا، وشون تقبلت هذا التنمر أو هذه الرسالة وتعاملت معها. هذه أهم نقطة، هي النقطة الأخيرة، التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن احنا ودنا نتكلم اليوم عن مرحلة النشء. يمكن أصعب مرحلة هي مرحلة الطلابية أو مثلا صغار السن، قد يكون بينهم ضحك، قد يكون بينهم أمور، لكن قد تكون أحيانا جارحة. هل بالفعل يعني الوعي يجب أيضا أن يكون مكثف على فئة خاصة في وزارة التربية، فئة الطلابية، إذا كان بيننا أحد الأشخاص في أي ملامح من ملامح الفقدان اللي ممكن تصير مرحلة، خلينا نقول على الأقل نوع من الضحك ينقلب إلى مرحلة تجريح ومرحلة أيضا تحبيط لهذا الطالب، فما يتقبل أن ينخرط مع الناس بسبب هذه الإعاقة أو هذا الشكل؟ والله هو بالنسبة للوضع الحالي فيه وعي كبير بالمدارس، إنه قاعد يسوون حملات توعية ضد التنمر. المعلمات والمعلمين مو غافلين عن هذا الموضوع، لكن يظل هم هو نمط شخصية. أحيانا ترى هو مو البيئة ولا الأسرة أنه هو تحرض الطفل على أنه هو يتنمر. أكيد. هو يكون في عنده سلوك معين في الشخص المعني نفسه. بالضبط. فبالتالي هو ليش يتنمر؟ إحنا اليوم لما نقول هذا الشخص متنمر، هو ليش يتنمر؟ هو عنده مشكلة سلوكية. يحتاج أيضا تهذيب، ويحتاج أيضا نصح وإرشاد وتوجيه. وكنا أيضا في مؤسسة تعليمية، أكيد الشيء هذا ما راح يمر مرور الكرام، وخصوصا إذا كانت مقدمة شكوى من طرف إلى آخر سيتم النقاش في هذا الأمر بشكل إيجابي، وتكون أيضا هي فرصة للتعريف في هذه الحالات، وأيضا تجنب تلك المشاهد والمخاطر اللي ممكن أيضا يعرضون نفسه لها. أيضا ودنا نتكلم اليوم عن أهم المصاعب والصعوبات اللي واجهتك في مشوار الكتابة تحديدا. أنا بدايتي كانت في أزمة كورونا، بداية قريبة مبكرة. إيه، كانت في بداية أزمة كورونا، وكان توقف. هل بسبب يعني كثافة الوقت؟ إيه نعم. هو خلينا نقول شيء جميل، استثمرت الوقت في شيء مفيد. أي بالضبط. هو يعني رب ضارة نافعة، لكن أنا الوقت اللي كان عندي استثمرته في الكتابة، وما كان بالبداية إني أنا ما كان لي نية إصدار، يعني أنا أطلعه كإصدار، إنه هو بس كتابة علاجية. جميل. لكن بعدين مع بعض الاقتراحات من بعض الأشخاص المقربين لنا، ليش لا ما يصدر؟ أصدرنا، لكن مثل ما تعرفون وضع كورونا والمعارض توقفت، وهذا كان هذا شوي جزء من الإحباط، إنه يعني يكون كتاب مجرد موجود على موقع معين. لكن بعد انتهاء الأزمة الحمد لله تم يعني انتشاره، ووصل حتى حق الدول الخليجية. كان في معرض الرياض السنة الماضية، تمت المشاركة فيه. أي نعم، وأيضا المشاركة في معرض أبو ظبي، ما شاء الله. فالحمد لله شيء جميل، انطلاقة يعني مبكرة لكن مثمرة وأيضا هادفة، وأكيد راح تستمرين كون يعني هذه العجلة التي انطلقت في هذا المجال، وكونك أفضل من يكتب عن هذه الفئة. هل يعني تنوين في تطلعاتك المستقبلية القريبة كتابة إصدارات أخرى وانتقاء مواضيع أخرى؟ يمكن في البداية أنا بس إصداري الأول كان عن ذوي الإعاقة، لكن إصداري الثاني لا، هو يهتم بالمجتمع أكثر، ويخصص على عدة فئات في المجتمع. جميل. في عندي الحين إن شاء الله بإذن الله. شو كان عنوان الإصدار الثاني؟ منازلهم مقابرهم. الإصدار الثالث إن شاء الله يعني راح يرى النور قريبا، هي مذكرة علاجية. وأيضا عندنا الإصدار الرابع، والمفروض يكون الإصدار الثالث، لكن المذكرة العلاجية دخلت معهم على الخط ونافستهم. جميل جدا. طيب هل الإصدار القادم أو الفكرة القادمة في إصدار يعني مذكرة باختيار مادة معينة، في شيء حابة تكلمين عنه حتى لو ما تملكين المعلومة عنه الآن، أنت في مرحلة بحث وتقصي لبعض الأمور، هل في المستقبل القريب في عنوان معين أو شيء موضوع معين حابة تجمعين معلومات ومن ثم تنطلقين في ترتيبه وتحريره؟ ودي أتخصص في ذوي الإعاقة وأكتب لهم إصدار، بحيث أن احنا اليوم ما عندنا الكم الكبير من الإصدارات اللي تساعد ذوي الإعاقة في أنهم هم يبرزون في المجتمع.
أيضا أكيد هناك إضافة أخرى في هذا المجال، عندما نرى مثلا كتاب فقط متخصص عن موضوع الإعاقة فأكيد القراء أو مستطلعي هذا الكتاب سيكون من هذه الفئة. هل فكرت في خلط الأمور حتى تكون أيضا هناك يعني قراءة عامة قد تعي الشخص مثلا السوي أنه يقرأ شيء عن ذوي الإعاقة ويفهم شيء عن ذوي الإعاقة ويستشعر بعض الأمور أو مثلا المصاعب اللي قاعد يواجهونها، حتى يكون أيضا متعاطف معهم فكريا في إصدار قوانين، في ترتيب أمور، في رؤيته المجتمعية لهم؟ بالضبط، أنا هذا اللي أطمح له، إنه يكون في استبيانات نجري على شريحة معينة، حتى المجتمع، الناس اللي يشتغلون مع ذوي الإعاقة أو الأسرة، تقبل المجتمع بشكل عام. ندخل في أمور كثيرة. هل إحنا محتاجين إن إحنا بس وعي، لكن احنا محتاجين تعايش. فانا حابه انه يكون وهذا ما حدث حاليا. قاعد اشوف ايضا في مجال التعليم العالي نجد من ذوي الاعاقه مشاركين معنا بالفصول، كذلك في بعض المدارس الحكوميه خلينا نقول هناك بعضهم مشاركين معنا رغبه منهم ليس اجبارا يعني من اهلهم او شيء، انهم ايضا يعتقدون ان مثلا اعاقتهم البسيطه لا تعيقهم ان يكملون معنا او يتخصصون في مدارس اهليه اخرى، فتلاقين بعضهم ما شاء الله موجود سواء على المستوى الوظيفي مستوى التعليمي، وهذه تعتبر يعني ثقه فيهم من خلال اتاحه الدوله لهم الفرص في هذا. نعم. طيب رأيك على يعني انتشار هذه الظاهرة في انخراطهم في المجتمع؟ أنا ما أشوفها ظاهرة، أنا أشوفها ازدادت في الفترة الأخيرة بشكل معلن. احنا قاعد نشوف قبل مثلا بعض الأهالي للأسف مثلا إذا عنده حالات خاصة صحيح. يحرج أنه يطلعهم في المناسبات العامة أو مثلا في الزيارات العامة أو في بعض المولات وأماكن التجمعات. اليوم قاعد نشوف ما شاء الله لهم حضور كبير، وبعضهم مثلا عنده المقدرة لقيادة المركبة والسيارة، وبعضهم مثلا يعني ممكن يكون في موجود في الأماكن اللي شفنا منهم مشاهير أيضا في السوشيال ميديا صحيح. يتكلمون في أمور معينة ولهم صدى كبير. شفنا معارض وملتقيات شعرية موجودين على الصفوف الأولى، وهذا يدل أن أيضا أن ثقافة المجتمع في الكويت تغيرت عن سابقاتها في العهد القديم. صحيح. في السابق مثل ما تفضلت أستاذ، لكن اليوم الحمد لله بفضل الوعي، بفضل الحملات اللي قاعد تصير، بفضل المجاميع شجعت ذوي الإعاقة على أنهم هم يظهرون. جميل. وأيضا شجعت الأهالي والأسر، شجعت المجتمع أنه يتقبلهم، تقبل وجودهم. نعم جميل جدا. طبعا ما بقى من وقت البرنامج إلا أقل القليل، وكان ودنا أيضا نسم فيما يتعلق في مشوارك الأدبي، لكن وقت البرنامج شارف على الانتهاء في أقل من دقيقة. شنو حابة تختمين؟ أشكر لكم هذه الاستضافة، وحبيت أنكم متطرقين حق موضوع ذوي الإعاقة، لأنهم يحتاجون هذا الدعم، وكل فرد في المجتمع يحتاج من الدعم أنه هو يتطور ويكون للأفضل. جميل جدا. كل الشكر لك الكاتبة والمدربة في مهارات الحياة الأستاذة خديجة بدر كرم على هذا النصح والإرشاد المنبثق من إنسانة ذو خبرة في مجالها. إن شاء الله نعدك في لقاءات أخرى متعددة تتم لهذا اللقاء نتحدث فيه عن آخر مشوارك في المجال الأدبي، فشكرا لكم. يعطيك العافية وشكر موصول لكم. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل. في أمان الله. إشراقة أمل، مطير المطيري، محمد مزيد، ريم حمد. إشراقة أمل، للمخرج بيبي الصالح.